ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ زي ما وعدتكم ان احنا هنتكلم عن النيجوشيشن سكيلز او عن مهاره التفاوض. بس قبل ما ندخل فيها، انا اول حاجه عايزك تفهمها هو ايه الفرق بين البيع والتفاوض، علشان في ناس كتير بيحصل عندها كونفليكت ولبس بين الاتنين. انا عايز اقول لك ان البيع معناه وجود شخص عنده النيد للبرودكت بتاعك، وانت بتحاول تقنعه بالبرودكت ان هو مناسب جدا ليه، وبيميت الاكسبكتيشن بتاعته، بيميت النيد بتاعته، وبالتالي بتوفق البرودكت وبتقنعه ان هو مناسب جدا للعميل بتاعك. ده اسمه بيع مش تفاوض. يبقى شرط البيع وجود عميل محتمل محتاج للبرودكت، والبيع كله قائم على البرسويشن، الاقناع، قدرتك على انك تقنع اللي قدامك ان البرودكت ده مناسب ليه. امال ايه بقى التفاوض؟ التفاوض معناه وجود طرفين، كل طرف منهم مختلف عن التاني في الاهداف بتاعته. وليكن مثلا، تعال اديك مثال على الاتنين. عندك دكتور، الدكتور مش مقتنع بالدواء بتاعك ان هو مش افكتيف او مش سيف او السعر بتاعه مش مناسب. هنا هتحتاج تعمل عملية سيلينج ولا هتحتاج نيجوشيشن؟ تحتاج بيع ولا تفاوض؟ لا، هنحتاج هنا عملية بيع. ليه؟ لان هقنعه ان البرودكت بتاعي افكتيف، وهقنعه ان هو سيف، وهقنعه ان هو سعره كويس جدا وافوردبل والناس تقدر تشتريه. امال التفاوض؟ تخيل انت لو نزلت بقى الواحد لقيته مقتنع بالبرودكت وما عندوش ما عندوش مشكله فيه، بس هو رافض الخصم بتاعه. برشيزر مثلا عايز ياخده على 50%، وانت مش عايز تديله اكتر من 40%. هتحتاج تقنعه ولا هتحتاج تتفاوض معاه؟ هنا بقى تحتاج عمليه التفاوض، النيجوشيشن. ليه؟ علشان توصله انه ينزل من منطقه ال 50% للمنطقه اللي هي وين وين سيتويشن للطرفين. يبقى فرق كبير جدا بين البيع وبين التفاوض. طب ليه بيحصل لبس عند الناس؟ علشان الموضوع وجهين لعملة واحدة، وفي عمليات كتيرة جدا بنحتاج الاتنين مع بعض. اديك مثال، انت مثلا راجل سيرفيس بروفايدر بتبيع سيستم، عايز تنزل تقنع الكلاينت بتاعك بالسيستم، وفي نفس الوقت تنجشيت معاه. المجهود اللي انت هتعمله علشان تقنع الكلاينت ان السيستم ده مناسب ليه ويحل له مشكلته وتخليه يوافق عليه، دي كلها عمليه سيلينج. طبعا لها ستيبس ولها خطوات ولها قصص كتير، وانا عامل فيها فيديوهات كتيره جدا اللي يحب يشوفها. بس بعد ما خلصت عمليه السيلينج، جيتوا بقى اختلفتوا. ليه؟ هو مش عاجبه البيمنت تيرمز، مش عاجبه الداون بيمنت انه ياخد 50%، مش عاجبه طريقه التسليم، مش عاجبه البرايس، شايفه كتير. كل ده يحتاج ان انت توفق الباكج بتاعتك وتقنعه بمنطقه مشتركه تستفيدوا منها انتوا الاثنين، وده اسمه وين وين سيتويشن. المهم في الفيديو ده تطلع ان في فرق كبير بين انك تقنع واحد بالمنتج بتاعك، ده اسمه سيلينج وليه خطوات وليه طريقه. الحاجة التانية التفاوض مش عملية إقناع، التفاوض هو عملية تحريك الطرف التاني من البوزيشن بتاعه اللي هو مختلف مع البوزيشن بتاعي، علشان نوصل لمنطقة مشتركة احنا الاتنين. بس علشان يحصل تفاوض في شرطين مهمين قوي. الشرط الأول وجود طرفين مش طرف واحد. الشرط التاني ان كل طرف يبقى مختلف مع الطرف التاني، لان لو الطرفين متفقين على كل حاجة مش هنحتاج نعمل نيجوشيشن، هو موافق على كل اللي انا قلته وبالتالي اتس اوكي. التفاوض ليه انواع كتير وليه اشكال كتير وليه استراتيجيز كتير وليه تاكتكس كمان بتحصل كتيره جدا جدا. الفيديوهات اللي جايه هكلمكم عنها بالتفصيل ان شاء الله. ويعني يا ريت لو تشيروا الفيديو يا جماعه، خلي بقيه الناس تستفيد. يعني انت شايف الناس كتير منكم بيبعت لي يقول لي المحتوى بتاعك ده المفروض يوصل لملايين الناس. طيب هو مش هيوصل لملايين الناس الا ما انت تعمل له شير علشان بقيه الناس تستفيد بيه. استنوا باقي السلسلة، هكلمكم اكتر في موضوع التفاوض، وان شاء الله موفقين دايما.